السلام عليكم، أنا منيرة من منو دي آي واي. بما أنها قربت امتحانات الفاينل، يعني قرب التعب والسهر والمذاكرة، حبيت أسوي لكم فيديو عن 5 استراتيجيات أو طرق للحفظ بسرعة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ. وأول طريقة راح أتكلم عنها هي الكلمة المفتاحية، وطبعا هذه الطريقة دائما أستخدمها لما أبغى أحفظ أسئلة التعداد. مثلا عندي الحين خطوات عملية الرقابة، وهي وضع معايير وتقييم الأداء الفعلي ومقارنة الأداء الفعلي بالمعايير وتصحيح الانحرافات. إيش أسوي؟ أحدد أول حرف من كل جملة وأحطها في كلمة واحدة زي ما تشوفون، فصارت الكلمة مت. فلما أشوف خطوات عملية الرقابة أتذكر مت، هذا يساعدني أحفظها في الترتيب ويساعدني أرتب أفكاري. وثاني طريقة راح أتكلم عنها هي الشعوذة، وهذه الطريقة دائما أستخدمها إذا جيت أحفظ تعاريف أو تعاريف طويلة. وفكرة هذه الطريقة إني أجمع أول حرف من الكلمات المفتاحية في التعريف وأجمعهم مع بعض لين أكون التعويذة السحرية. فيعني آخر شيء مثلا التعويذة عندي قاراواتاثاوا، فأتذكرها في الامتحان. يعني ممكن بعض يعتبر انها غبية، بس انا صراحة مرة تساعدني في الحفظ. وثالث طريقة راح اتكلم عنها هي الخريطة الذهنية، واتوقع الكثير منكم يستخدمها. وفكرتها يعني ان الواحد يلخص افكاره من خلال الرسم. ورابع طريقة راح أتكلم عنها هي الرسم. طبعا الواحد مو لازم يكون فنان أو زي كذا عشان يرسم، عادي الواحد يرسم أشياء مبسطة بس عشان تعلق في المخ. وطبعا هذه الاستراتيجية أو الطريقة دائما أستخدمها لحفظ مثلا مستويات أو مراحل أو زي كذا، مرة تساعد الواحد إنه يحفظ بالترتيب. وخامس طريقة راح أتكلم عنها هي السؤال والجواب، وأتوقع أكثر الناس يستخدمونها. طبعا هي طريقة فعالة 100%. وطبعا أتوقع أكثركم يعرفون وش يعني سؤال وجواب، إنه الواحد ما هو بس يقرأ الدرس، يحط على كل نقطة سؤال. وهذا يعني يسهل طريقة الحفظ أو التذكر. وكذا وصلنا لآخر الفيديو. الله يوفقكم وييسر أموركم وينجحكم، وإن شاء الله أعجبكم الفيديو. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم بعد الامتحانات، وأتمنى تشرفوني وتشوفون الفيديو السابق.